طبعا النسر خلاص طلع بتاع 600 مره السنه دي يعني انتصارات الاهلي لا تتوقف، الطوفان الاحمر لا يتوقف. لكن خلينا اقول برضو حاجه، لكل مجتهد نصيب. مش ممكن يبقى في فريق بيجتهد واداره بتجتهد ولاعيبه بتجتهد وجمهور بيجتهد والكل بيجتهد وتكون النتيجه غير انه يحقق كل الانتصارات. النهارده النادي الاهلي بيحقق الفوز رقم 19 على التوالي. ما تيجي تفكر فيها بحياديه، حتى مش باللون اللي انت بتنتمي ليه، بحياديه، ان في فرقه تكسب 19 مباراه ورا بعض تستحق الدوري من بدري كمان. النهارده اسامه ابو علي بيجيب هاتريك، 5 مباراه على التوالي بيهدف، 5 مباراه على التوالي احسن لعيب جاي في يناير اللي فات. 18 جول، مش 18 ولا بقوا كام؟ انا بقتش اعد. يعني من كتر الاجوان اللي بيجيبها اسامه ابو علي، على راي واحد يقول لك انا كل ما افتح التلفزيون الاقي اسامه بيجيب جول، ده كلام؟ 18 جول من يناير لدلوقتي اسامه ابو علي جايبهم. النهارده لعيبه الاهلي بتلعب المباراه بجديه كبيره جدا. مارسيل كولر واخد المباراه بجديه كبيره جدا، بقول لكم بيلعب كانه بيلعب كل ماتش كانه فاينل افريقيا. النهارده النادي الاهلي بيقهر المقاولين العرب، وان سايد جيم، يعني كانه ما فيش منافس قدامه. ضاغط على المقاولين العرب، ماسكه من رقبته طول الوقت وزنقه ومحاصره في منطقته طول زمن 90 دقيقه زمن المباراه، مع انك بتلاعب فرقه بتحاول تنجو من الهبوط ولو حتى بتعادل. الناس عماله تتفرج على بيراميدز، الحق ده بيراميدز متعادل، ده الاهلي هياخد الدوري، الحق ده بيراميدز جاب الثاني في الاخر بقى 2-1. دي كلها شكليات. يعني ان الاهلي ياخد الدوري دي اسمها ايه؟ شكليات. ياخدوا النهارده، ياخدوا يوم الماتش سموحه، يوم الخميس ماتش سموحه، يعني وقت ما يجي ميعاد الماتش الجاي هياخد اللي بعديه، مش فارقه يعني بالنسبه للنادي الاهلي دي شكليات. الاهلي خد الدوري، يعني فكره الفوز بالدوري انتهت بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي دلوقتي شغال تحطيم ارقام. يعني مارسيل كولر قالوا له ان جوزيه 17 مباراه متتاليه جابهم، قالوا له الحق ده هو بيقولوا ان كان في 4 كمان الموسم اللي قبليه زائد 17 يبقى 21. النهارده وصل للفوز 19 على التوالي. اي مدرب انت يا كولر؟ ايه الراجل ده؟ ايه الجديه دي؟ ايه الشغل ده؟ ايه الاداء ده؟ حتى في غياب محمد عبد المنعم بيكسب، اللي هو يعني ايقونه خط الدفاع. لما كهربا اتكلم قعد، لما حصل قصه قعد، ما عندوش كبير فوق الاهلي. ودي الحاجه اللي رسخها جوه لعيبه النادي الاهلي. النهارده بيعمل 5 تغييرات ما فيهمش قفشه مثلا، في محمد عبد الله ناشئ صغير شاب لسه عنده 20 ولا 21 سنه، لعب النهارده لاول مره. يمكن اشوف كولر من زمان ما بيدفعش بحد صغير. هو نفسه المؤتمر اللي فات قال كده، قال فانيله الاهلي تقيله، عشان خاطر حد ينزل الملعب ويتحمل الضغوط بتاعتها دي حاجه مش سهله. لكن نزله في الدقيقه 80 والاهلي كسبان 4، وشكله كده يجي منه لعيب كويس. يعني اداؤه ولمساته بتقول ان هو عنده اداء جيد ويبقى اضافه لنص ملعب النادي الاهلي. بادئ المباراه بالتشكيله الاساسيه، ما فيش هزار. اذا اعتبرت ان مصطفى شوبير مش احتياطي، ما يقلش في اداؤه عن الشناوي. باقي الفرقه يعني ياسر ابراهيم مكان عبد المنعم، وما ادراك ما ياسر ابراهيم. باقي الفرقه هي ما بيهزرش. كريم فؤاد في الشمال، محمد هاني في اليمين، رامي ربيعه جنب ياسر، نص الملعب اكرم جنب امام، جنب مروان، فراوده، حسين الشحات، رضا سليم، والمهاجم الرئيسي وسام ابو علي. الحقيقه النهارده ملحمه اهلاويه مستمره، والواحد يعني بص دروس ممكن ياخدها المدربين، ممكن ياخدها اللاعبين من اداء وشغل النادي الاهلي، لان ده اسمه شغل، لا ده حظ ولا ده صدفه. لان الاهلي بيكسب وافضل من كل الفرق اللي بيلعبها. يعني كل الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي وكسبها هو افضل من كل الفرق اللي لعبها. ممكن تختلف على جول، تختلف على بينالتي للاهلي ضد الاهلي، مختلف براحتك، كل دي قرارات تحكيميه نتكلم ونختلف عليها. لكن كاداء الاهلي افضل من اي حد، ودي حاجه مش سهله. انت بتتكلم واحنا النهارده 4/8،
4-8، وان في فرقه بتؤدي بهذا الشكل لغايه هذا التاريخ من الموسم اللي اقترب من عام كامل. الموسم اللي فات بدأ في شهر 9، احنا في شهر 8 بنفس الاداء بنفس القوه بنفس الشغل، بالقوه البدنيه بالقوه الذهنيه بالتركيز بالمهارات الفنيه الالتزام التكتيكي في الملعب. ما شفتش اللعيب يعني شاطح انا شفت حسين الشحات وهو بيدافع وقافل العارضه البعيده، شفت اسامه ابو علي واقف على نقطه البينالتي في كورنر للمقاولين ولا في رفعه للمقاولين، شفت رضا سليم بيدافع، شفت كل اللعيبه بتلتزم تكتيكيا، وفجاه يحصل الانتشار الهجومي في ثواني، في اجزاء من الثانيه تنطلق. يعني بص، صواريخ النادي الاهلي كأن في قاعده صواريخ بتضرب عشان الهجمه تتم، تطلع الصواريخ من كلنا، من اليمين ومن الشمال ومن القلب. اداء رائع جدا للنادي الاهلي، اداء الحقيقه مبهج لجمهور النادي الاهلي، وانتصار مبهج لجمهور النادي الاهلي. وسام ابو علي، ايه وسام ابو علي ده؟ ايه يا جماعه وسام ابو علي ده؟ انا عايز اطلع لكم التويتات بتاعت وسام ابو علي، اقول لكم راي الجمهور في السوشيال ميديا بسرعه كده، لو عندنا يا جماعه بسرعه الكلام ده اللي بيقولوه على وسام ابو علي. ايه ده؟ جمهور تاني هنقول مين يقدر على النسر الاهلاوي، وقلت وزي ما قال محمد شبانه، قال لك مين اللي هيقدر على النسر الاهلاوي. وده كمان النادي الاهلي والمستوى اللي بيقدمه مع مستر كولر رغم ضغط المباريات، رغم الظروف القهريه اللي فيها النادي الاهلي بعد بطوله افريقيا، لكن ده خلت كل الناس وخلت كل الاعلاميين يحترموا النادي الاهلي بالمستوى اللي بيقدمه في الفترة اللي فاتت. محدش يقدر يقول بم تلت التلاتة كام على النادي الأهلي. حقيقة النادي الأهلي بمستواه بسلسلة الانتصارات اللي تعدت 18 مباراة متتالية كرقم قياسي جديد في الدوري الممتاز، النادي الأهلي بيعمل عظمة في الدوري المصري. وزي ما قال محمد شبانة، الأهلي دايس على كل فرق الدوري، ومفيش حد هيقدر على النادي الأهلي.